السلام عليكم. الناس اللي كيسولوني دائما على الطريق واش مفتوحه بين ازرو وافران اولا بين ازرو وتيمحضيت اولا بري وميشليفن واش الطريق مفتوحه. انا غادي نقول لكم واحد النصيحه وانتم دبروا راسكم. خصكم تعرفوا هاد الايامات خصوصا هاد السبت والحد راه ماشي ديال ان بنادم يجي لهنايا، حيت راه الجو كيتبدل، الثلج راه كيطيح، الشتا راه كطيح، وراه كتبقى شويه تحبس وتعاود طيح عاوتاني الثلجه والشتا. وخصكم تعرفوا بلي ان ميشليفن بري تبارك الله الثلج راه موجود، راه طايح تقريبا شي متر ولا متر ونص، يعني كثر كاع، يعني الثلج راه مازال غادي يبقى. هادشي علاش من الاحسن ان الانسان يصبر على ما دوز هاد السيمانه، على ما يسحى الجو وتخرج شويه الشميشه، وحتى المسؤولين الله يجازيهم بخير على ما يحلوا لكم ديك الطريق ديال ميشليفن بري باش تجيو دوزو وقت زوين وتسكيو. حيت راه الطريق اللي بين ازرو وتيمحضيت هذيك راه دابا راه كيسدوها دائما، حيت هذيك راه خطر على الناس، الطريق تما راه كتزلق وكاين الثلج، زائد انه الطريق ولات فيها السمراء تمايا، يعني الطريق كتزلق بين ازرو وتيمحضيت، ديك الطريق خايبه كتزلق حاليا. هادشي علاش سدوها. الطريق دابا اللي مفتوحه هي اللي بين ازرو وافران، وخصكم تعرفوا هاد الطريق اللي بين ازرو وافران راه يمكن لهم يسدوها الا كان الثلج كيطيح حتى هي غادي تزلق. هادشي علاش خاصكم، الموتور بغا يسكت حيت بارد الحال مابغاش يزيد. هادشي علاش من الاحسن، وهادشي راه من اجل سلامتكم، من الاحسن صبروا دوز هاد السيمانه على ما يسحى الجو والطريق غتولي مفتوحه من ميشليفن بري ازرو. ما يمكنش ان شاء الله غادي يكون مفتوح ديك الساعات واجيو وانتم سوقكم هذاك. المهم الطريق ديال افران راه كتكون محلوله، ولكن كيسدوها الا كان الثلج. هذه نصيحه قلتها لكم وانتم دبروا راسكم.